ولا نقول إلا ما يرضى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، رضا مع حضراتكم، يا رب الجميع يكون بألف خير وصحة وسلامة، جمعة مباركة علينا وعليكم. نتمنى يا جماعة إن الناس تتعظ، ونتمنى إن الكلام كله في السوشيال ميديا الرياضية يكون في إطار كورة بس. النهارده يا جماعة كل الإعلام الرياضي صح على خبر مفزع جدا، خبر صادم، وهو وفاة كابتن محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق. يمكن يكون في ناس كتيرة مننا ما حضرتوش وهو لاعب، لكن حضرته هو في الإعلام الرياضي الزملكاوي. الراجل اللي توفى مش فاكر تقريبا الفجر أو النهارده الصبح. عمل حادثة وهو سايق السيارة في التجمع الخامس أو شوارع جانبية في التجمع الخامس. حصل له خلل في القيادة، دخل في بيت تحت الإنشاء، أدت إلى وفاته بسبب عدم السيطرة. حصل له خلل. فكل اللي نقدر نقوله إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يغفر له ويرحمه. ويمكن يكون الاحداث او الحدثين دول مرتبطين ببعض. ان انا اكلمك الاول في وفاه كابتن محمد صبري اللي بنتمنى له كل الرحمه والمغفره، ونتمنى ان اي حد بيتفرج على الفيديو تدعي له. على الجانب الثاني زيزو. بصوا يا جماعه، والله العظيم هي الدنيا مش مستاهله، سواء انت اهلاوي زملكاوي، بتشجع كوره ما بتشجعش كوره، عاجبك الوضع مش عاجبك الوضع، ظلم مش ظلم، كل اللي احنا بنعيشه وكل اللي احنا بنتكلم فيه، الحاجات دي كلها فانيه. الدنيا فانيه. كابتن محمد صبري كان بيتكلم على موقف زيزو، وكان بيتكلم على الكوره، وكان بيتكلم في الرياضه، وكان بيتكلم على الزمالك، وكان بيتكلم على كل الناس، كان بيتكلم على اي حد. حصل اللي حصل، توفى خلاص، الراجل مات. فهتيجي بعد كده بقى اصبح ان كل الكلام ملوش لازمه. انت بتقعد تتكلم بطريقه سلبيه، بتقعد تتكلم بطريقه ايجابيه، خلي الكلام في اطار كوره بس يا جماعه. احنا مش هنخش في نوايا الناس، احنا مش هنخش في الذمم، احنا مش هنخش في الضمير. انا بقول لك يمكن يكون الاحداث مرتبطه ببعض. انا كنت ناوي ان انا النهارده اتكلم على موضوع زيزو والسوشيال ميديا الرياضيه والاعلام الرياضي من بعد مباراه الاهلي والزمالك في السوبر المصري، اللي الاهلي كسب فيها 2-0 في مباراه كان بطلها الاول والاخير هو احمد سيد زيزو. وقلت لك ان الراجل ده لعب المباراه بالنسبه له كانت مباراه خاصه او بطوله خاصه. الراجل ده كان المباراة دي عنده بالنسبة له هو ده أهم مباراة، لأنها أمام نادي الزمالك، أمام الغريم، أمام ناديه السابق، وأول مرة يلعب قدام الزمالك، وأول بطولة. فالراجل ما كانش حابب خالص اللي هو يخسر أول مباراة قدام الزمالك تكون ببطولة. ده غير اللي هم خاضوا في الأعراض وشتموه ودخلوا في جابوا سيرة مراته. الراجل بالنسبه له كان الموضوع مباراه مهمه جدا، او ما كانتش عباره عن مباراه بس، ده هو رد الاعتبار، واللي هو يرد على الجمهور في الملعب. المباراه كانت يوم الاحد اللي فات، النهارده الجمعه. السوشيال ميديا كلها ما وراهاش غير ازاي زيزو ما يسلمش على كابتن هشام نصر في الاحتفال او في البروتوكول، ازاي ما يلتزمش بالبروتوكول. يا جماعة أقسم بالله كل الكلام ده مش هيفيد في أي حاجة. كل الكلام ده هوا، كل الكلام ده مالوش أي لازمة. هل اللي أنت شايف مثلا إن زيزو ما سلمش على هشام نصر محتاج كل الضجة ديت؟ هل أنت شايف إن الراجل ده كان ينفع اللي هو يسلم على هشام نصر؟ بعد اللي عمله جمهور الزمالك، بعد اللي طلع اداره الزمالك ما كلمتش اي حد من الجمهور، مع ان ما وجهتش اي كلمه للجمهور ان ده غلط، ان ده ما يصحش. ما فيش اي رد فعل خالص من مجلس الاداره تجاه الجمهور. لا، ده بالعكس، ده مجلس الاداره كان بيأيد اللي الجمهور بيعمله. مجلس الاداره اي حاجه جمهور الزمالك يعملها، حتى لو انت شايف اللي هي غير اخلاقيه، هما بالنسبه لهم الموضوع ده عادي. اعمل اللي انت عايزه، طالما انت بتشتم لاعب في النادي الاهلي، طالما انت بتشتم لاعب سابنا، طالما انت بتشتم معرفش ايه، اعمل اللي انت عايزه. يمكن تكون ده عقليتهم. فعلشان كده
عدم مصافحة أحمد سيد زيزو لكابتن هشام نصر على منصة التتويج ده رد فعل تخص اللاعب لأسباب شخصية، لأسباب هو الراجل ده الوحيد اللي اتحط فيها هو وأهله ومراته. فلما يكون عدم رد أو رد الفعل عدم المصافحة، أنا مش هلوم اللاعب. لو كان أي لاعب تاني غير أحمد سيد زيزو كنا ممكن نلومه، لكن الراجل عمل كده لأسباب شخصية. طيب هل الموضوع ده محتاج كل الضجة دي؟ هل الموضوع محتاج ان انت تقعد 4-5 ايام الاعلام الرياضي ما وروهوش سيره غير زيزو وعدم مصافحه هشام نصر؟ طب ما حدش اتكلم ليه على بزيره؟ يعني بزيره طلع، لو انت بتاخدها مثلا ان احمد سيد زيزو ما سلمش على هشام نصر ممثل نادي الزمالك، فانت عندك ان بزيره ما سلمش على اتحاد الكوره، على ممثل اتحاد الكوره هنا بوريده، ما سلمش على ممثل الدوله كابتن الوزير اشرف صبحي. هل نادي الزمالك اهم من الدوله؟ هل نادي الزمالك اهم من اتحاد الكره؟ انتوا كلكم بس مشغولين ان ازاي زيزو ما سلمش على ممثل الزمالك، وناسيين خالص بزيرة اللي ما سلمش على ممثل اتحاد الكره وما سلمش على ممثل الدوله. يا جماعه ما تروقوا كده، يا جماعه ما تكبروا دماغكم، ما تتكلموا في حاجه مفيده. هو انتوا بس مش شايفين غير زيزو؟ هو احنا بقى هنبداها؟ ده غير لسه، يعني غير اتحاد الكره العقوبات اللي نزلها 50,000 غرامه على زيزو وزيها على بزيرة. شايفين الفعل اللي زيزو عمله يتساوى بالفعل اللي بزيرة عمله؟ للدرجه دي يعني نادي الزمالك عندكم اهم من اتحاد الكره واهم من ممثل الدوله؟ فيا ريت يا جماعه الناس يعني اكبروا كده، يا ريت تتكلموا في حاجه مفيده، يا ريت تتكلموا مثلا في منتخب الشباب اللي عنده مباراه النهارده، يا ريت تتكلموا مثلا في صعود المنتخب، اتكلموا في الفتره اللي جايه، اتكلموا على اتكلموا في حاجه مفيده. يعني مش هينفع خالص ان انت تسيب كل اي حاجه مهمه وتتكلم مثلا وتعلق الشماعه بتاعت زيزو، تنسى كل حاجه، ارمي كل حاجه ورا ظهرك وتفضل السكريبت متوزع. الاعلام كله بيتكلم ان ازاي زيزو ما سلمش على هشام نصر. امور شخصيه انا مش هتدخل في نيه اللاعب، لان اللاعب ده اتعرض لحاجات كتير، هو الوحيد اللي يرد وهو الوحيد اللي مسموح منه اي رد فعل، لان هو الوحيد اللي اتحط في المأزق ده والموقف ده موقف شخصي. ده موقف شخصي، لا الاهلي له دخل ولا اتحاد الكره له دخل ولا اي حد يقدر يلوم زيزو انت ازاي ما سلمتش، لان ده موقف شخصي يعني. فانا مش عارف الاعلام لحد امتى هيفضل ماشي ورا حكايه ان ازاي زيزو ما سلمش على هشام نصر. استقيموا ويرحمكم الله، الناس بتموت في لحظه. يا ريت يا ريت يعني خلي مثلا اللهم اجعل يعني ارزقنا حسن الخاتمه. انت النهارده ممكن تبقى تتكلم على الراجل ده بطريقه سلبيه، بكره ممكن تموت، هتبقى شكلك ايه؟ فنتمنى يا جماعه ان السوشيال ميديا اهدوا شويه. زيزو يعني ما اجرمش، زيزو مثلا ما عملش فعل يعني يعاقب على القانون. انا شايف ان الموضوع عادي، راجل غلط فيا وفي اهلي وفي زوجتي، فطبيعي يكون ده رد فعل. السلام عليكم.